شنو يعني آلاف بي اس؟ وأيد ما عندكم يعرف الموضوع، لكن شرح مبسط وسريع عن الموضوع بصورة بسيطة هو كم عدد الصور اللي تقدر تشوفها. عالم الحاسبات والألعاب الضخمة ما يفكرون ب120 فريم لا يفكرون إعلى دائما، لكن بعلم لعب الموبيل آل موضوع ما اختلف تماما. بهذا الفيديو راح نتكلم عن لعبة فار ليت 84 قبل كما يوم تم لعبة بصورة رسمية، لكن آل اللعبة تدعم فقط 60 FPS. فهل الموضوع إيجابي أو سلبي؟ علامة استفهام. راح نعرف كل هاي التفاصيل داخل هذا الفيديو، فأتمنى من الكل لأيك للفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس قبل كل شيء. هذا الجاي تشوفونه حاليا هو 19 هو مداخل ويا شخص، لكن هو يقاتل وحده وأنا وحدي في اعتبر وأنا تمرحة الشوفون الفيديو تحكمون كلاحنا نتمنى للعبة لين لعبها من ناحية ألعاب الموبيلات تدعمها على فريمات، سواء كنا نقدر نشغل هاي آل فريمات أو لا. لكن بوجهة نظر الكثيرين يعتبرون هاي الفريمات العالية هي ميزة للعبة، فدايما تحصلهم يمدحون باللعبة من ناحية لعبتي تدعم أعلى فريمات. أول شيء يا شباب، شنو يعني فريمات؟ علامة استفهام. أو شنو يعني آلاف بي اس؟ وأيد ما عندكم يعرف الموضوع، لكن شرح مبسط وسريع عن الموضوع بصورة بسيطة هو كم عدد الصور اللي تقدر تشوفها الوحدة. يعني الفيديو الهسة اللي تشوفونه هو عبارة عن مجموعة صور، كل ما قل هذا العدد راح تشوف الصورة متقطعة ومسلسة، كلما ازداد العدد راح تشوف الموضوع سلس وجد. بألعاب الحاسبات موضوع إجباري تدعم إعلى، لكن بألعاب الموبيل مواضيع مختلف تماما. مع الكلام الكثير عن لعبة فار ليت واغلب لعلم عجبتها ما آل اللعبة واستمتعوا بيها، لكن كوين تفجأتانها آل اللعبة تدعم فقط 60 FPS. من وجهة الكثير راح يشوف هذا الموضوع سلبي، أنه اللعبة انطلقت فقط 60 فريم. الكثير يعتبرون كلما ازداد عدد الفريمات ازداد الجمال وروعة اللعبة. مو صحيح؟ علامة استفهام. لا يا شباب، الموضوع غلط. تخيلوا ياي لو هاي اللعبة انطلقت ب120 فريم على سبيل المثال، اغلب الأجهزة ما راح تشغل هاي الفريمات. زين شنو والداعم ينعدهن؟ علامة استفهام. أكيد راح تحصل لك كم شخص يقدر يشغل هاي الفريمات، لكن أغلبية العالم راح يشغلون من فريم فيما إذن. يعني لما نتواجه لاعبين وهم يلعبون 120 فريم أو 90 فريم، وأن تلعب مثلا 30 فريم، فالراح تكون فرصة أنه يقتلك بنسبة 80 إلى 90%. فلو ازدادت عدد الفريمات باللعبة بداية إطلاقها ما راح يكون بنال لاعبين. من وجهة نظري شوفي للعبة انطلقت ب60 فريم، هذا لموضوع جيد. يعني أكيدها ما يعرفون ينزلون لك 90 فريم و120 فريم، لكن لو نزل لك 120 فترة راح تطمح بأكثر، فهو ابتدأ اللعبة ب60 فريم، فأكيد هو حاط قدام عيونه بعد 6 أشهر إلى سنة راح ينزل لك 90. لين كل الأجهزة الموجودة بالسوق تحتاج سنة كاملة يلا تطلق إصدار جديد، فحتى العالم يقدرون يشغلون هاي آل فريمات لليال اللعبة راح تنزلها، فهو يحتاج يطور تليفونه، سواء يشتري الموبايل الجديد أو اللي قبله باسمهم يطوره. في عين من وجهة نظر يشوف هذا الموضوع الشركة مفكرة به، حتى لو ما مفكر أبيه، حتى لو مو هاي غايتهم فاكيدها.